طيب انا استفدت ايه لما انا قلت الاذكار دي؟ استفدت ان انا في معية الله. انا نازل دلوقتي في معية الله. يعني ايه في معية الله؟ يعني دلوقتي في ضرر جاي لك، انا دلوقتي في لا قدر الله حاجة وحشة هتحصل. هتلاقي الحفظة، الملائكة الحفظة عارفين السوبر هيروز. يعني انت النهاردة كأن حواليك سوبر هيروز قاعدين عمالين يعملوا كده ويبعدوا عنك الأذى ده ويبعدوا عنك الحاجة الوحشة دي ويجيدوك للحاجات الحلوة. انت كده في معية الله، انت نازل في معية الله. طيب لو انت النهاردة مش قايل الأذكار ونازل، انت في معية نفسك وانت لا تملك شيء لنفسك. انت النهاردة ده الفرق بين اللي بيقول أذكار ما بيقولش الأذكار. اللي بيقول الأذكار هو في معية الله، اللي ما بيقولش الأذكار هو في معية نفسه. انفع نفسك بقى حبيبي. طب احنا اتفقنا ان رب العالمين مش هيستفيد حاجة من ان انت قلت الأذكار. طب ليه لازم اقولها وليه؟ طب انا مش عايزة اقولها. خلاص انت حر، مش عايز تقولها انت حر، بس خلاص كده يعني نقدر نقول ان العناية الإلهية او المعية الإلهية لم تشملك انت كبني ادم، فانت ليك الحرية. واضعف الايمان دايما 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 انا الصبح بقالي سنين عمر، يعني من اول لما ولادي دخلوا المدرسة وانا بعمل حاجة مهمة جدا. اول حاجة بعد ما اقفل باب الشقة بقول اللهم اني استودعك اولادي يا من لا تضيع ودائع. والله